دوري لو تحقق بيكون جيسوس أكبر أسبابه، بداية من استقطاب فيليكس واللي يعتبر سر منافسة النصر على الدوري كونه هداف ثاني. وكانت هذه مشكلة النصر بالمواسم السابقة، إنه إذا ما سجل رونالدو ما في أحد يسجل، ونهاية بتوظيف أنجلو اللي قدم نسخة عظيمة كمحور بوكس تو بوكس. لكن خلونا على جواو، قدرة فيليكس على تفعيل أي فرصة قدرة هائلة ما شاء الله عليه. يعني بتحرك واحد أو تمريرة واحدة فيليكس قادر ينتج عنها فرصة خطيرة. وتعال معي هنا ولاحظ معي كيف فيليكس كان يراقب حركة اللاعب اللي كان معه، ويوم شافه مركز مع كومان مباشرة انطلق بالمساحة اللي وراه، وعن دوره بربط الخطوط. مثل الفرصة هذه عطى ماني خيار للتمرير، ورغم انها طالت عليه الا انه قدر يلحق عليها ومررها الكومان وفعل معها الهجمة. وبعز ضيق النصر وتعثره سدد كورة ما كان فيها بوضعية تسمح له انه يسددها بالشكل السليم، الا ان النتيجة كانت مثالية، وجمع بتسديدته القوة والدقة. ورغم قلة فترة زمالته بالحمدان الا انه قدر يشكل ثنائية معه من نصف الملعب وصلوا فيها لمنطقة جزاء الخصم. وبعدها جواو انفرد بالحارس، مع ذلك ما استعجل بخيار التسديد، اخذ وقته وشاف ان الحمدان فتح معه فحب يضمن نقاط مباراة ومررها له وقفل معها ملف مباراة. وبشكل عام كرة القدم الحالية تتطلب وجود لاعب 9.5 بفريقك، لانه غالبا الفريق معه بيكون افضل. فتخيل ان ال9.5 اللي تجيبه لاعب بجودة فيليكس، انت كذا ضمنت بعد الله نقاط 75% من مبارياتك.